في الوقت اللي كل الأندية بتدور على لعيبة شباب عندهم نفس طويل، الزمالك قرر بكل بساطة يفتتح دار مسنين كروية. الزمالك قرر ان هو يجدد لعبد الله السعيد اللي عنده 40 سنة، وقرر يجدد لشيكابالا اللي عنده 39 سنة، وقرر يجدد لعمر جابر اللي عنده 34 سنة. ومش بس كده، ده في كلام انه عايز يجيب طارق حامد تاني اللي عنده 36 سنة. وفي اجتماع حصل بين ميدو وابو جبل. ابو جبل عنده 37 سنة، الزمالك عايز يتعاقد معاه. ونفس الاجتماع حصل بين ميدو وجنش اللي عنده 38 سنة. ما فاضلش غير ان الزمالك يدي كروت لاصحاب المعاشات. ادارة الزمالك ما عادتش بتدور على لعيبة، ده بتدور على اللي عنده بطايق تموين قديمة. ادارة الزمالك بقت ادارة فاشلة وهتخرب النادي. الله يكون في عون النادي في ظل وجود إدارة لا بتفهم كورة ولا تعرف كورة ولا تعرف حاجة عن النادي. السلام عليكم.